السلام عليكم. وصفة اليوم كيكات صغارين كيجوا ناجحين مليون في المئة، غادي يعشقوهم الأطفال ديالكم وكيوجدوا معنا بسرعة لضياف الغفلة. وغادي نعطيكم واحد السر اللي غادي يخليهم هشاش وخفافين، كيجوا بحال الريشة وكيجوا بحال الجنواز، كيدوبوا في الفم. عندي هنا في المكونات بيضة واحدة مع واحد الرشة صغيرة ديال الملح، وغادي نضيف لهم أيضا واحد الكيس ديال سكر الفانيليا. بالنسبة للتنسيم بإمكانكم تنسبوا بقشور البرتقال أو قشور الحامض حسب الذوق ديالكم. صافي غادي نضيف أيضا واحد نصف كأس ديال السكر. دائما المكونات مضبوطين غتلقاوهم في صندوق الوصف. ندمج هاد العناصر مزيان مع بعضهم حتى يفتح اللون ديال هاد الخليط، ضروري بهاد المرحلة دائما في لي كيك. صافي هنا من بعد غادي نضيف ليهم واحد نصف كأس ديال الزيت النباتي وغادي ندمج مزيان مع بعضهم. كيف ما لاحظتوا معايا هاد الكيكات صغارين اقتصاديين بزاف، باللي موجود عندكم في الدار بإمكانكم أنكم تحضروهم. صافي هنا من بعد غادي نضيف الدقيق. تقريبا عندي هنا واحد كأس ونصف ديال الدقيق، غادي نضيفهم على دفعتين. غادي نضيف في الأول الكأس الأول مع كيس ديال خميرة الحلويات، وغادي ندمج هاد العناصر مزيان مع بعضهم. ما تخافوش راه كتبان لكم هنا العجينة شوية ثقيلة، ولكن من بعد غادي نوريكم شنو غادي نضيف عليها. هنا كيف ما كتلاحظوا ضفت النصف الثاني ديال الدقيق عفوا، وغادي ندمج مزيان مع بعضهم. واخا هنا شوية كتجيكم الخفق صعب لأنه العجينة كتكون ثقيلة، ولكن غادي ندمجهم مزيان. غتلاحظوا معايا كيفاش غادي يولي الخليط. لاحظتوا معايا كيفاش كيرجع الخليط ديالي من بعد ما خفقته مزيان على هذا الشكل. صافي غادي نجيب هنا كأس الا ربع ديال الحليب اللي وضعته في كاسرول، خليته حتى اغلى. كيف ما كتلاحظوا كيطلع منه البخار، يعني حليب غليان. غادي نضيفه دفعه واحده وغادي ندمج هاد العناصر بسرعه. نحاول ان نكون سريعه في هذه المرحله ونخفق مزيان هاد العناصر حتى يندمجوا مع بعضهم. كيف ما كتلاحظوا غادي نحصلوا على خليط اللي رائع بزاف. هاد السر او هاد النقطه كتعطينا اروع كيكات، كيجوا خفافين بزاف وكيجوا كيدوبوا في الفم ذوبان. صدقوني اذا اعتمدتوها غادي تحصلوا على اروع كيكات. هنا غادي نجيب هاد القوالب الصغيرين كيف ما كتلاحظوا معايا اللي كندير فيهم لي كيش وايضا لي ميني تارت. غادي نفرش ليهم هاد الورق ديال لي مادلين. بامكانكم دهنوهم ايضا بالزيت وترشوهم بالدقيق حسب نتوما اللي كتفضلوا. صافي كنحاول ان نسكب فيهم الخليط هكا تقريبا واحد ملعقتين كبيرتين. ما كنعمرش هاد لي مول يعني كلهم على الاخر، لانهم غادي يزيدوا يتنفخوا في الفرن وغادي يفيضوا. صافي الفرن هنا عندي كيسخن على درجة حرارة 150 من الأسفل فقط. كندخل هاد لي كيك ديالي الأسفل حتى كيطيبوا ويتحمروا ويتنفخوا معنا. عاد كنشعل ليهم الفوق باش يكملوا الطياب ديالهم الفوق وأيضا يتحمروا. صافي كياخدوا معنا تقريبا واحد 20 دقيقة، ما كايناش بسرعة كيطيبوا، ما كياخدوش وقت كتير. صافي هنا من بعد ما خرجتهم من الفرن كيف ما كتلاحظوا غادي نخليهم غير يدفوا واحد شوية، وغادي نزولهم من لي مول ديالهم. وغادي نجيب هنا المربى ديال المشمش، وغادي نبدا ندهنهم على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا. بامكانكم تدهنوهم بالعسل ايضا، وايضا تزينوهم بالشوكولا. المهم تزيين دائما راجع لكم حسب الذوق ديالكم، واللي متوفر عندكم في المنزل ديروه وزينوا به، او تاكلوهم غير هكذا كيجوا رائعين بزاف مع كويس ديال القهوه او كويس ديال الاتاي، كيجوا من اروع ما يكون. صافي هنا غادي نزينهم ايضا بجوز الهند او الكوك. المهم كيف ما كنقول لكم تزيين حسب انتم اللي متوفر عندكم. ديروا الكوك، ديروا الكاوكاو، ديروا اللوز نتوما وحسب الذوق ديالكم. صافي كنستمر على هذا الشكل حتى كنزينهم كاملين. صافي وكنخليهم حتى كيبردوا كنقدمهم، كيجوا من اروع ما يكون. نتمنى من جد انكم تجربوهم، وما تنسونيش من اللايكات وايضا التعاليق ديالكم كتزيد تحفزني ان نزيد نعطي المزيد والمزيد. ونتمنى ان نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وما نكونش طولت عليكم. وان شاء الله تردوا عليا في التعليق انكم جربتوهم ويكونوا ايضا نالوا اعجاب ديالكم. وبصحه وراحه.